إذا كان شعار هذه السنة ديال النساء من المغرب هو ما تعطينيش وردة واعطيني حقوقي، ربما أنا غادي نعدلو جزئيا، أعطيني حقوقي ومعهم وردة إذا كان ممكن كذلك. هذه السنة أنا كنتمنى باش النقاش العمومي الدائر حاليا حول موضوع الإرث باش ياخذ أبعاد اللي هي حقيقية وذات تأثير فعلي في حياتنا، لأنه الظروف الاقتصادية والاجتماعية تبدلت بشكل كبير منذ يعني عقود، وحيث تبوأت المرأة واحد المكانة مهمة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، المسؤولية الأسرية، ومن ناحية الموارد ديال الأسر، الشيء اللي تيخلي أنها من حقها تطرح اليوم مراجعة قواعد الإرث، وطبعا ماشي في تناقض مع الاعتبارات ديالنا الدينية أبدا، ولكن بالتأكيد بمقاصد الشريعة وبالبحث في النص الديني نفسه كيمكن نلقاو مخارج مهمة جدا اللي تنصف المرأة، لأنه حقيقة في هذه المسألة ديال الإرث ضمن قضايا أخرى المرأة لم تنصف بعد. ما يمكنش نقبلوا المرأة تكون وزيرة، تكون طبيبة، تكون ربانة طائرة، وتكون أستاذة جامعية، وتكون أستاذة في الثانوي، وتكون معلمة في الابتدائي، وفي نفس الوقت تظلم فيما يتعلق بواحد الممارسة اللي هي متجاوزة يعني فيما يتعلق بتوزيع الإرث. فإذا أنا الأمل ديالي أنه هذه السنة ديال 2023 تكون منطلق حقيقي لإنصاف المرأة على هذا المستوى ومستويات أخرى في السنوات المقبلة إن شاء الله.